ده انت بكمل مشاكل دي وزيك زي الناس اللي ما عندهاش مشاكل. ده انت مدرسه، ده انت قصه، ده انت بص لا اصل احنا اكبر قلعه رياضيه في مصر. لانك اكبر قلعه رياضيه في مصر. بقول لك يا عمرو انا يعني ما تفتحنيش. ما انا بقول لك يا كابتن يعني مصطفى احنا اكبر قلعه رياضيه في مصر، لاننا اكبر قلعه رياضيه في مصر. فالنادي الاهلي بيدور على لاعيبتنا عايز يتعاقد معاهم، النادي الاهلي شغال بلاعيبتنا عشان يتعاقد معاهم. احنا يعني اكبر قلعه رياضيه في مصر. يعني انا شايفك انت قلت اكبر قلعه رياضيه في مصر بعد ما كسبت كهرباء الاسماعيليه. لا اصلا امال ايه علاقه اكبر قلعه رياضيه في مصر؟ لان لاعيبتنا هم اللي قوام النادي الاهلي معظمهم نجوم مصر من لاعيبتنا. انت جمال عبد الحميد اللي جاب لك بطولاتك هو وحسام حسن وابراهيم حسن، يعني مش كده ولا ايه؟ الو 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 2 4 6 8 الو الو حد سامعني؟ طيب الفيديو ده هيكون فيديو قوي جدا جدا جدا. لو انت اهلاوي انا بنصحك انك تشوف الفيديو ده لحد الاخر، خاصه الفيديو الاخير. لو انت زملكاوي انا مش بنصحك انك انت تكمل الفيديو ده. الفيديو بتاعي ده متوجه للاهلاويه وبس، فيا ريت لو انت بتشوفني على صفحه الفيسبوك تعمل متابعه ولايك للفيديو وكمان شير وتنزل تقول لي رايك في الفيديو. ولو انت بتتابعني على اليوتيوب يا ريت تعمل اشتراك بالقناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نشوف اول فيديو ونرجع نرد عليه. خايني يا عم، اذا كان زيزو راح الاهلي ازاي امام عاشور اللي شتم الرموز راح الاهلي؟ اول فيديو للاخ خالد غندور بيقول لك ما تكلمنيش على الانتماء، اذا كان زيزو راح الاهلي، اذا كان امام عاشور بعد ما شتم الاهلي راح الاهلي. بص تدليس يعني والله العظيم يا جماعه انتوا بتهرجوا، والله يا جماعه انتوا بتهرجوا بجد يا جدعان. احنا قاعدين في حالنا، يعني بتجيبوا نفسكم ليه؟ طب هو انت بتقول امام عاشور. اولا امام عاشور لما جه غلط في النادي الاهلي ورموز النادي الاهلي، وانا واحد من ضمن جماهير النادي الاهلي اللي مش حابب صفقه امام عاشور، ولا حابب ان الاهلي كان يتعاقد مع زيزو، ولا حابب ان الاهلي يتعاقد مع اي لاعب كان بيلعب في الزمالك. وطبعا كلكم عارفين لان لاعبين الزمالك مش واخدين على البطولات وبالنسبه لهم بيطلعوا من كل بطوله عادي. واديكم شايفين احنا لما طلعنا من بطوله افريقيا عاملين ازاي، خاربين الدنيا. فبالنسبه لي خالد الغندور لما يطلع يقول لك ما تكلمنيش على الانتماء، زيزو راح الاهلي وكمان امام عاشور بعد ما شتم الاهلي ورموز الاهلي وراح الاهلي. اولا امام عاشور لما غلط في النادي الاهلي هو كان عنده قبل ما يلبس التيشيرت بتاع النادي الاهلي، فانا ما كانش ينفع ان انا اعاقبه. لكن هو لما جه الاهلي ايه اللي حصل معاه؟ اي غلطه بيغلطها بيتحاسب عليها، دي حاجه تانية. انت بتحاسبني على امام عاشور وانت عندك شيكابالا القائد التاريخي بتاعك الاسطوره بتاع نادي الزمالك طلع رفع الحذاء في وش الجماهير وشتم الجماهير، وفي الاخر عملتوا ايه؟ في الاخر خليتوه اسطوره. طب انت بتكلمني على امام عاشور اللي غلط في النادي الاهلي وهو عندك، وانت عندك مرتضى منصور قال لجماهير النادي الزمالك امك صاحبتي يالا، وامك مش عارف بتجيلي المكتب، وكلام غريب كده كان بيقوله. فانت جاي النهارده بتكلمني على امام عاشور وبتكلمني على زيزو؟ يا اخي والله انا مكسوف لكم بجد، والله مكسوف لكم والله. واحنا قاعدين في حل بتنكشونا ليه؟ طيب بتنكشونا ليه؟ يلا نشوف اللي بعده. انت جايب واحد ب 200 مليون جنيه. ماشي، ال 200 مليون جنيه دولت يحلوا. طب ما انت جايب بزيرة ده برضه بمليون و800 ألف دولار. ده بزيرة ماشي اللي هو يستاهل 5 مليون دولار. ماشي تعال بيعه دلوقتي. ماشي لو ما اتباعش باقل من 8 9 مليون. الزمالك راصد 3 مليون دولار في حاله بيعه يعني. لا اقسم بالله ده بيهرجوا بنهايه اقسم. اسمع بس. طيب ده لو عملوا كده بيهرجوا. طيب والله بيهرجوا. ده كده زي ما سابوا زيزو ببلاش بقى يبقى هم. لا ما اسمع الكلام ده كنز. اسمع ابو الدهب. طيب ده كنز بزيرة ده كنز. ده واحد طلع بنفسه وقال لك انا هجاص، وطلع بنفسه قال لك انا اول الهجاصين، وكل الناس في الدوري بتهجص وانا اول الهجاصين. فانت محتاج ان انا ارد عليك اقول لك ايه بقى؟ بزيرة ب5 مليون دولار بزيرة. طب بأمارة ايه؟ بأمارة الفينش بتاعه مثلا يعني؟ بأمارة ايه؟ بأمارة انت لو حطيت له لاعب ما انتوا مانع عليه خلاص بالنسبه لك بزيرة خلاص انتهى؟ بأمارة ايه؟ اي هجص والله، اي هجص واي كلام في اي كلام بيتقال، اي كلام في اي كلام بيتقال يا باشا. هو راجل عارف يجيب مشاهدات ازاي، عارف يلم تفاعلات ازاي، وعارف ازاي يجيب ريتش. فاحنا مش هنطول كتير معاه. وانا بس عايز اقول له لو انت بزيرة ده مشي من نادي الزمالك ده برضه هيكون ردك، زي ما برضه زيزو مشي من نادي الزمالك. هل ده برضه هيكون ردك لو هو مشي برضه من نادي الزمالك؟ ربنا يعينكم على البليله اللي في دماغكم. يلا نشوف اللي بعده. ولو ما كنتش حطيت اللايك يا ريت تحط لايك. بطل القارة السنة اللي فاتت والزعيم يخرج النهاردة بشكل مأساوي ويخسر على ملعبه 2-1.
دي في حاجه غلط في الكره المصريه. والنهارده بيحصلوا الساعه 9 النادي الاهلي ويخسر على ملعبه 3-2. دي حاجه صدمه غير متوقعه. معلش انا اسف والله، انا اسف يا جماعه والله. هو اللي فيديوهاته بتيجي قدامي وانا ما بعرفش اشوف حاجه وما اردش عليها. رضا برضو اللي انتوا عارفين قال على نفسه ايه، طالع يقول بيراميدز زعيم القاره وبطل القاره ومش عارف البطل المغوار ومش عارف القائد مش عارف المنشأ. بص اي كلام في اي كلام، اي هري. هو عارف مين اللي بيشتري منه، هو في ناس بتشتري الكلام ده. طالع يمجد في بيراميدز ويقول لك مفاجاه ان بيراميدز القائد اللي مش عارف ايه وقائد افريقيا وبطل افريقيا ومش عارف ايه، وطالع يقلل من النادي الاهلي ويقول لك ايه، ويحصلوا الاهلي الساعه 9 كأن الاهلي ده نكره، كأن الاهلي ده حاجه كده قليله، كأن الاهلي ده حاجه مش موجود. ولكن هو عارف ان هو لما يقول كده في ناس هترد عليه، عارف هو هيجيب ريتش ازاي. والله يا جماعه يا جماعه ده بتاع لقطه، والله رضا عبد العال ده بتاع لقطه، عارف يجيب ريتش ازاي وعارف يجيب مشاهدات ازاي. فيلا نشوف اللي بعده، ولو ما كنتش حطيت لايك يا ريت تحط لايك. كناش عارفينها. كنتوا بتقولوا لنا ان تعالوا اتعلموا اداره، فوجئنا ان اللي عايزين نتعلم منهم اداره عندهم مشكله اداريه، ودلوقتي اعترفوا بيها. وزي ما حضرتك تفضلت وقلت بيان النادي الاهلي بيعترف باخطائه الاداريه. ما كنتوا عايزيننا نتعلم من الاخطاء ولا كنتوا عايزين نتعلم من ايه؟ دي حاجه. طب الحاجه الثانيه برضو، الحاجه الثانيه المهمه برضو، لعيبه النادي الاهلي عندهم مشاكل. احنا ليه كل المشكله الناس كلها ماسكه في الاداره وماسكه في الجهاز الفني، محدش يتكلم عن اللعيبه اللي عندهم مشاكل كتير جدا، وهم سبب او السبب الرئيسي في النتائج المترديه في النادي الاهلي. تمام. درديري انا والفخر ليا، انا نادي الدرادير هو نادية عمرو الدرديري. مش عارف ليه اما بشوفه بضحك يعني. طالع يقول لك كنا هنتعلم ايه من النادي الاهلي؟ قلت لنا تعالوا اتعلموا الاداره وتعلموا مش عارف ايه. كنا هنيجي نتعلم ايه؟ نتعلم الفشل. بص فرق كبير والله، فرق كبير ما بيني وبينك. يعني انا فرق كبير ما بين النادي الزمالك والنادي الاهلي. يعني مثلا النادي الاهلي لما بيغلط او بيحصل عنده مشاكل، بعيدا بقى عن الضحك والسف والكوميديا والكلام دوت، فالنادي الاهلي لما بيحصل عنده مشكله هو بيطلع يقول انا عندي مشكله. لما بيكون عندنا مشاكل اداريه بنتكلم ونقول احنا عندنا مشاكل اداريه. لما بيكون عندنا مشاكل على مستوى المدير الفني بنطلع نقول احنا عندنا مشاكل على مستوى المدير الفني. اما بيكون عندنا مشاكل على مستوى، سامحوني والله انا بضحك لان انا فعلا كل ما بشوف عمرو الدرديري انا بضحك. فلما بيكون عندنا مشاكل على مستوى مثلا ملف الجمهور بنطلع نقول ان احنا مقصرين في ملف الجمهور. عندنا مشاكل في ملف المدير الفني بنطلع نقول احنا عندنا مشاكل في المدير الفني. عندنا مشاكل على صعيد ملف الصفقات بنطلع نقول احنا عندنا مشاكل في ملف الصفقات. لما بنخسر بطولة بنرجع نعيد ترتيب البيت من تاني علشان نرجع نسيطر على افريقيا 5-6 سنين لقدام. فانا لما اسيطر على افريقيا 5-6 سنين قدام وعلى الدوري المحلي 5-6 سنين قدام، يعني اسيطر افريقي ومحلي 5-6 سنين بجيل، فدي حاجه تحسب لي، حاجه تحسب. هو في نادي يا ابني بيفضل يكسب على طول؟ هو في نادي بيفضل مستقر على طول؟ ولكن المشكله فين؟ المشكله انك انت لما تقع ما تعرفش تقوم، وده اللي بيحصل عندك. عكس الاهلي لما بيحصل فيه مشكله بيعرف يفوق، بيعرف يرجع بسرعه. انما انت بدل ما انت بتتكلم على الاهلي خليك في خيبتك. انت ما شاء الله 13 ايقاف قيد مش عارف مين، انت الموظف النهارده سلام عليكم، حد جه اشتكى الزمالك النهارده، يعني خليك في خيبتك. يعني لما تيجي تتكلم على الاهلي اتكلم باسلوب احسن من كده. يعني الاهلي هيفضل عامل لك خرم في دماغك، مش انت بس والله. يعني في ناس كتير بنفس العقليه دي، فخلاص بقى يعني ربنا يعينك على دماغك. لكن انت بقى لما بيحصل عندك مشاكل، او انت دايما عندك مشاكل، والمشاكل دي انت بتطلع ترميها على غيرك، بتطلع تتكلم وتقول الاهلي اللي عامل لي، والاهلي اللي بياخد بالحكام، والاهلي اللي مش عارف بيعمل ايه، والمظلوميه والمؤامرات، فاهم انت؟ وتروح تدخل الدنيا كلها كأن الدنيا كلها ضدك بسبب الفشل المتراكم في الادارات بتاعتك. لكن انا بعترف بغلطي علشان اصلح غلطي، انما انت العكس تماما. فانا والله مبسوط كاهلاوي العقليات دي بتطمني ان الاهلي ان شاء الله جاي، ان شاء الله هيفضل مسيطر. انا برضو لما بقول الزمالك، لما اقول الاهلي قادم،
فالاهلي فعلا بيعمل فريق بيفضل مسيطر على افريقيا وبيسيطر محلي. انما انت بقى من 2000 وانت بتقول الزمالك قادم، ولسه الزمالك لسه ما جاش تقريبا كده، البنزين خلص في الطريق. شوف اللي بعده ونرجع تاني، ما تنسوش بس الله يبارك. ده انت بكمل مشاكل دي وزيك زي الناس اللي ما عندهاش مشاكل. ده انت مدرسه، ده انت قصه، ده انت بص لا اصل احنا اكبر قلعه رياضيه في مصر. لانك اكبر قلعه رياضيه في مصر. بقول لك يا عمرو انا يعني ما تفتحنيش. ما انا بقول لك يا كابتن يعني مصطفى احنا اكبر قلعه رياضيه في مصر، لاننا اكبر قلعه رياضيه في مصر. فالنادي الاهلي بيدور على لاعيبتنا عايز يتعاقد معاهم، النادي الاهلي شغال بلاعيبتنا عشان يتعاقد معاهم. احنا يعني اكبر قلعه رياضيه في مصر. يعني انا شايفك انت قلت اكبر قلعه رياضيه في مصر بعد ما كسبت كهرباء الاسماعيليه. لا اصلا امال ايه علاقه اكبر قلعه رياضيه في مصر؟ لان لاعيبتنا هم اللي قوام النادي الاهلي معظمهم نجوم مصر من لاعيبتنا. انت جمال عبد الحميد اللي جاب لك بطولاتك هو وحسام حسن وابراهيم حسن، يعني مش كده ولا ايه؟ تاني والله اكتر واحد في الكون بيضحكني هو عمرو الدردير، بيقول لك احنا اكبر قلعه. احنا بدليل ان الاهلي اكتر اللعيبه بتاعته من نادي الزمالك، مش عارف ايه من نادي الزمالك. طب بص والله بعيد عن السف وبعيد عن الهزار والكلام ده كله، من ساعه ما الاهلي ابتدى يعتمد على لعيبه من الزمالك او يفكر انه يجيب مدربين كانوا بيدربوا في نادي الزمالك، وهو خد سكه نادي الزمالك. يعني خد سكه نادي الزمالك اللي هو مفيش الجرينتا، مفيش الحميه، مفيش موضوع ان اللعيب يموت نفسه عشان خاطر البطوله والكلام ده. شفت احنا من بعد فعلا، ودي والله العظيم غلطه، والله غلطه اداريه لن يغفرها اي حد من جمهور الاهلي لاداره الاهلي. لانك فعلا لما تروح تجيب لعيبه تليق بيك، تجيب لعيبه عندها فعلا الروح وعندها حته البطوله، ان هي بتلعب على البطوله، بتقاتل على البطوله. فاحنا من ساعه ما فعلا ابتدينا نجيب لعيبه من نادي الزمالك واحنا ابتدت الكوارث تحل علينا كنادي اهلي. فريق انا بتفق معاك فيها، لكن لو هنيجي نتكلم في تاريخ بقى الزمالك، فتاريخ الزمالك اللي عملوه لعيبه اهلاويه. ولو انت ناسي افكر، ابراهيم حسن وحسام حسن وجمال عبد الحميد وغيرهم كتير. ف كفايه ضحك الله كفايه ضحك عشان الواحد والله خلاص يعني ما بقاش عنده، مش قادر يضحك والله. شوف اللي بعده ونرجع تاني. ده قال لك صفقات على قد الايد، ما حدش يطلع يضحك عليكم كلكم صفقات على قد الايد. ده الايد مكلف النادي 7.4 مليون يورو. نادي الزمالك رقم 1 في افريقيا في الصفقات، رقم الاهلي ميزانيته في بالمليارات. فما حدش يضحك عليكم كلكم كده. اخر فيديو هنختم بيه اللي هو الفيديو بتاع كابتن تامر عبد الحميد الزملكاوي المحترم، اللي طالع فعلا ده راجل بيتكلم في الحقيقه، راجل بيتكلم صح، راجل بيتكلم لو انت عايز تحل مشاكل نادي الزمالك يا ريت يعني انت ممكن تشتغل بالعقليه دي، العقليه الصريحه، العقليه اللي بتقول لك ايه، انت ما تطلعش تصدم الناس وتقول للناس تعيشهم في المظلوميه وتقول ان انت ما بتجيبش لعيبه وان انت بازمات وان انت في حين ان انت اصلا جايب صفقات اكبر من النادي الاهلي. انت جايب صفقات ب 7.4 مليار، ب 7.4 مليون يورو، اللي هو اكبر من اللعيبه او اكبر بالصفقات اللي جابها اي نادي افريقي. انت اعلى نادي افريقي انفاقا في الصفقات الصيفيه. فاللي هو انت يعني بلاش بقى حته المظلوميه وانك تطلع طول الوقت تبيع البيعه دي لجماهير، ولو اني عارف ان انت بتبيع البيعه وانت عارف ان في ناس بتشتريها. فده كان اخر فيديو يعني ننهي بيه. وبتمنى طبعا لو انت وصلت لحد دلوقتي فانا طبعا بشكرك من كل قلبي، وبتمنى انك انت تشوف باقي الفيديوهات في القناه، ويا ريت تعمل اشتراك في القناه، ويا ريت تعمل اشتراك في القناه لو انت على اليوتيوب، وتعمل متابعه للصفحه لو انت على الفيسبوك، ويا ريت ما تنساش اللايك، وانزل كده قول لنا رايك في التعليقات. واشوفك على خير في فيديو جديد. السلام عليكم.